اليوم غادي نوصف واحد الرحله ما غاديش نكونوا فيها غير حنا، ولكن غادي نتبعوا الخطه ديال هذا الكائن هذا. علاش هذا الكائن ما عرفتش، ولكن غادي نتبعوه. غادي يورينا المسار ديال واحد من افضل العقول اللي دازوا في التاريخ، ماشي غير من الناحيه العلميه او الادبيه، بل من ناحيه الذكاء العاطفي والتفكير في النفس البشريه. حنا دابا في بيلاروسيا، البرد، ثلج وسماء مغيمه، وسرب ديال الغربان كيطوفوا فوق الساحه ديال الاعدام كيتسناو اللحظه اللي غادي تطيح فيه الجثث ديال المحكومين اللي غادي يتعدموا في اي لحظه. المشهد كيبان بحال الا خارج من شي فيلم، ولكن لا، هادشي طرا بصح، وطرا لهادوك الرجال اللي كانوا في لحظه ديال العجز، ومنهم كان دوستويفسكي. عندما يواجه الإنسان الموت يدرك فجأة قيمة كل لحظة من الحياة. هذا الإحساس يجعلك ترى كل شيء بوضوح أكثر. السؤال اللي ممكن نطرحوه هو كيفاش توصل لهاد اللحظه هادي؟ باش نجاوب على هاد السؤال غنرجعوا للبداية ديال القصه. موسكو 1821. يلاه خرج البلاد من الحرب النابولينية اللي هلكت جزء من الإمبراطورية الروسية. وسط هاد الهلاك كانت واحد دار ديال ميخائيل دوستويفسكي والمرأة ديالو ماريا ميشاييفا. الأب طبيب والأم معلمة، وهنا فين يكبر فيودور والإخوة ديالو ب7. دار اللي فيها العلم واهتمام بالأدب، وهادشي الوالدين ما بخلوش بيه على ولادهم. إلا خرجنا من الدار غادي نلقاو المستشفى ديال مارينسكي والجردة ديالو اللي كانت محايدة للدار ديالهم. ففيودور من صغره هو كيشوف ويلاحظ المرض الجسدي والنفسي كيفاش كياكل الروح ديال المرضى. القصه ديال دوستويفسكي مع هذا المستشفى ما غاديش تبدا هنايا. اللي غادي يبدا هنا هو سقوط دوستويفسكي في هاويه الظلام، واللي دفعو باش يطيح هو الحدث اللي وقع فاش كانت عنده 15 عام. لعل وفاة والدته هي التي أشعلت تلك الشعلة الأولى من الحزن والقلق الوجودي الذي لاحق دوستويفسكي طوال حياته وأعماله الأدبية. كنت دائما أحس بعاطفة خاصة تجاه والدتي، فقد كانت إنسانة طيبة ومهتمة بشدة بعائلتها. ومورها بأعوام قلال الأب ديالو غادي يلتحق بالزوجة ديالو، مخلين موراهم 8 ديال الأولاد. أفكر في والدي في كثير من الأحيان. لقد علمنا كثير من دروس الحياة، حتى وإن لم يكن دائما بطريقة رحيمة. لقد أدركت كيف أن تأثيره كان عميقا على حياتي رغم كل الصعوبات التي مررنا بها. في قلب مأساة يموت والد دوستويفسكي، طبيب يلاقي حتفه على يد من كان يأمل شفاءه. لقد مررت بالكثير من المعاناة بسبب وفاة والدي، وهذا لم يترك أثرا فحسب، بل أثر أيضا على رؤيتي للحياة والأدب. لم يكن لدينا وقت طويل للتأقلم مع فقدانه، ولهذا السبب أعتقد أن التجربة ساهمت في تشكيل أعمالي. ومن هنا بدات كتكبر الفجوة ديال الشؤم والرؤية السلبية للعالم. هاد الصورة اللي كتشوفوا قدامكم هي الصورة ديال المدرسة العسكرية اللي التحق بها فيودور دوستويفسكي. إلا كانت الحياة عفاتو من شي حدث تراجيدي في هاد المدرسة، إلا أن الصرامة والمرارة ديال التعليم العسكري ما غاديش تفارقوا. ولكن داز بالصحاب اللي دار في هاد المدرسة، واللي معاهم غادي يبدا يشكل الفكر السياسي والأدبي ديالو. المسار اللي غادي يتاخد في الحياة من بعد ما غاديش يعجبو، بما أن الأسلوب العسكري ما والموش، فغادي يحتمي تحت ظل الأدب والفلسفة اللي غادي يبقى معاه حياته كاملة. في أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر كانت روسيا كدوز من اضطرابات وأزمات اجتماعية وسياسية كبيرة، بما أن الدولة يلاه كانت خارجة من الحرب. فكانت حركات ثورية وأدبية كتدعي الناس الإصلاح، وكان دوستويفسكي جزء من هذه الأجواء. وخا ما كانش كيشارك بطريقة مباشرة، إلا أنه كان عضو في مجموعة أدبية كتعرف بالدوائر البيترسبورغية، وهي جمعية كتضم مجموعة من المثقفين اللي كانوا كيدعيو الإصلاحات الاجتماعية والسياسية. دوستويفسكي ما كانش معروف بأنه ناشط سياسي، ولكن كان كيتعاطى هذه الأفكار وكيشارك في المناقشات الأدبية والثقافية المتعلقة بها. في 23 من أبريل عام 1849 تم اعتقال دوستويفسكي مع مجموعة من زملائه من أعضاء الدوائر البيترسبورغية. كانوا قد اجتمعوا في منزل نيكولاي بيتروشيفسكي، وكانوا يعتقدوا أنهم يخططون لتدبير انقلاب. وبهذا الحدث كنكون وصلنا لنقطة البداية ديالنا. يا لهم من عالم قاس. نحن الفقراء نعامل كأننا أشياء لا قيمة لها، قلوبنا مليئة بالأحلام والآمال، لكننا نعيش في بؤس دائم. نكافح من أجل البقاء، ونحاول أن نجد قليلا من السعادة في هذا العالم البائس. الفقر ليس مجرد عدم امتلاك المال، بل هو الشعور بالعجز واليأس.
عندما تنظر إلى العالم وترى أن الفرص ليست لك وأنك دائما على هامش الحياة. سوف يتم نفيكم إلى سيبيريا. وهنا دوستويفسكي غادي يبدا فصل جديد من الحياة ديالو، وهذا الفصل حكاه هو براسو. في زنزانته العزلة في مستعمرة السجون السيبيرية، حيث كان البرد والظلام يحيطان به، تأمل إيفان في حياته. أنا إنسان مريض، أنا إنسان شرير، إنسان غير جذاب. كانت هذه الأفكار تملأ ذهنه، تعكس معاناته وصراعاته. بمرور الوقت بدأ يدرك أن التأثير النفسي للسجن هائل. يحدث كثيرا أن السجناء يعتادون على زنزانتهم لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل فكرة الحرية عندما تعرض عليهم. لاحظ كيف أن بعض السجناء يجدون نوعا من الرضا الذاتي عن حالتهم، كما لو كانوا متفوقين على أولئك الذين هم أحرار. لكن إيفان رأى في معاناته شيئا أعمق. المعاناة هي جزء لا مفر منه من الحالة الإنسانية، ومن خلال المعاناة نجد في كثير من الأحيان أعظم اكتشافاتنا عن أنفسنا والعالم. في عزلته واجه أعمق جوانب نفسه وشعر: أنا وحدي وهم الآخرون، وهم بعيدون لأنني لست مثلهم، وهم بعيدون لأنني وحدي. بينما كان يراقب زملائه السجناء، أدرك أن الكرامة الإنسانية لا تحفظ فقط في الحرية، ولكن أيضا في فعل المقاومة ضد الظروف التي تحرم الإنسان من إنسانيته. حاول الحفاظ على احترامه لذاته عبر مقاومة التأثيرات القاسية. في النهاية وجد إيفان أن التاريخ النفسي للسجن ليس مجرد محنة جسدية، بل هو اختبار لروح الإنسان. فمعاناته أصبحت رحلة للتعرف على الذات، محولا تجربته إلى فهم عميق للإنسانية. يمكن تقول باللي صافي هنا دوستويفسكي غادي يركز على الأعمال الأدبية ديالو، غادي يستقر والحياة غترجع للمجرى ديالها. فنقولها لك من دابا، راك غلط. دوستويفسكي تلاقى المرأة اللي هو بغى وفعلا تزوج بها، مرأة أرملة، وكان الحب ديالو ليها كبير بزاف، ويا ريتكم ما كانش تعلق بها. ما أشد الألم حين ترى من تحب يذبل أمام عينيك ويخطفه المرض من بين يديك دون أن تستطيع فعل شيء. رحيله كان كطيف يمر سريعا، تاركا وراءه فراغا لا يصده شيء، وجرحا في القلب لا يلتئم. بعد وفاة الزوجة ديالو، دوستويفسكي لقى راسو غارق في واحد البحر من اليأس والكآبة، واللي زاد كفس هاد الوضعية هي المشكل اللي كان عنده مع القمار. عندما أعيدت إلي المبالغ التي كنت أستدينها لألعب القمار، لم أكن أستطيع أن أتمالك نفسي. أعيش في خوف دائم، وأرى أمام عيني الهاوية التي أنحدر نحوها. كان كل سحب من أوراق اللعب يقلب حياتي رأسا على عقب. كانت قسوة القمار تتجلى في كل لحظة من حياتي. أعيش لحظات من النشوة العمياء، ثم تأتي الساعات المظلمة التي تتلوها، حيث أجد نفسي غارقا في الديون، مهملا لمستقبلي ومتمسكا بأمل كاذب. وفي رسائله الشخصية يصف أيضا: أصبح القمار عبئا ثقيلا على كاهلي، فكل رهان كان يمر كالعاصفة التي تقتلع جذوري. كنت أبحث عن المخرج في كل لعبة، ولكن ما كنت أجد سوى المزيد من السقوط. كان دوستويفسكي في حالة يرثى لها، حتى النهار اللي غادي يتلاقى الزوجة الثانية ديالو اللي غادي تكون واحد البصيص الأمل في حياته. فتزوجوا في عام 1867، وكان الزواج ديالهم بداية جديدة في حياة دوستويفسكي. مشاو بجوج في رحلة الشهر العسل لأوروبا، رحلة بغاو يهربوا فيها من الديون والهواجس اللي كانت كتعذبهم في روسيا. ولكن حتى في هذه اللحظة دوستويفسكي ما قدرش يهرب من العذاب الداخلي ديالو، فبقى كيقمر، ونوبات الصرع كانت ديما تابعاه، والحالة الصحية ديالو كانت غادو كتكفس. ولكن الألم الكبير كان كيتسناهم من يرجعوا لروسيا. ولدوا جوج بنات، ولكن الموت ما خلاهمش يفرحوا بهم. البنت الاولى اللي سميتها صوفيا غادي تموت شويه من مورا ما تزادت. هذا الفراق كان مر بزاف على دوستويفسكي، بحال الا حل الجروح القدام اللي كانوا في قلبه. من بعد مده ولدوا بنت اخرى، ولكن حتى هي غادي تموت. فدوستويفسكي كان واقف قدام القبور ديال بناته بحال الا الدنيا طاحت عليه، وما ندويش على الزوجه اللي حتى هي كانت في حاله صعيبه بزاف. كانت ابنتي أليوشا هي النور في حياتي، لكنها رحلت عنا في لحظة لم أتوقعها أبدا. لم أستطع تحمل الفقدان. كان الألم الذي شعرت به شديدا،
كأن الأرض قد انشقت تحت قدمي. فقدانها كان كالسهم الذي اخترق قلبي، جرحا لا يمكن شفاؤه. كلما نظرت إلى صورها وتذكرت ضحكتها كان الحزن يغمرني وكأنني غارق في بحر من الأسى. كان من الصعب جدا مواجهة واقع أنني لن أراها مرة أخرى، وأن صوتها وضحكتها قد اختفيا إلى الأبد. دوستويفسكي راجل عاش وسط العاصفة، حياته كلها كانت ألم ومآسي، ومع ذلك قدر يخرج منها عبقرية لا تضاهى. كل فقدان عاشو كان كيخلي فيه جرح كبر من اللي قبل منه، ومع ذلك بقى كيكتب. ففي السنوات الأخيرة ديالو كان الأدب ديالو وصل لأبعد الحدود، وخا المرض والثقل النفسي اللي كان هاز فبقى كيكتب حتى لآخر نفس. في 1881 في سان بطرسبورغ فيودور غيلفظ الأنفاس الأخيرة ديالو بسبب مرض رئوي، ويخلي موراه إرث أدبي كبير بزاف.